السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، فاكرين الفيديو اللي كانت مدام هناء يا قلبي اللي كانت عاملاه في المشكلة الكبيرة اللي بينها وبين جوزها؟ فاكرين ايام الصديقة الخاينة ما خطفت منها جوزها، وجت مدام هناء كانت عايزة تحافظ على بيتها وما تخربش بيتها، وقالت انا هعتبرها نزوة وهنزل مصر واصلح الشرخ اللي بيني وبينه، واحاول ان انا احافظ على بيتي حتى ولو حتى المرة الأخيرة، بس ان انا اعمل اللي عليا. فاكرين الايام ديت؟ فاكرين لما كل قنوات النقص طلعوا عليها وكلهم مسكوا كلمة الشرخ 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 وخدوها سخرية وخدوها تيمة في قنواتهم، بدل ما يفرحوا يبقوا فخورين ان في واحدة مصرية زيهم، امرأة مصرية بنت بلدهم عايزة تحافظ على بيتها وعايزة تفتح بيت مسلم كان على وشك ان هو يتخرب وان هو يتهدم. فاكرين لما مدام هنا قالت ان هي تنزل مصر؟ المهم كل قنوات النقص عملوا عليه فيديوهات وقعدوا يتريقوا ويتنمروا ويسخروا، هتنزل تصلح الشرخ، هتنزل تصلح الشرخ. يعني حاجة غريبة بصراحة، يعني فلتقل خيرا أو لتصمت. يعني أنا مش عارفة بصراحة كان إيه مشكلتهم إن البيت يتكمل وما يتهدش. ما علينا. المهم جت قصرية أيامها طلعت فيديو، الفيديو ده ضايقني جدا جدا وأنا ما كنتش فاهماه. حتى كتبت لها ساعتها تعليق وطبعا حذفته وبلكتني. قلت لها على فكرة انت نهايتك هتكون في فيديو زي دوت مباشر على الهوا. قلت لها ونهايتك ديت هتكون سوء خاتمة وكل الناس هتشهد بيها وهتتكلم بيها لوقت طويل. قالت ايه بقى؟ قالت فيما معناه ان تصليح الشرخ مش تصليح معنوي. انا عارفة العيلة ديت عيلة واطية، لو عايزة تصلحي الشرخ تنزلي ماديا بكل قوتك. قالت لها اللي انا شايفاه ان انت كنت جايبه شنط رمضان. لا، شنط رمضان ديت مش كفايه. تصليح الشرخ عايز كحك وعايز بسكوت، عايز هدوم عيد، عايز فلوس للفطار، عايز فلوس للسحور. ده عيله واطيه وانا ادرى بيها. بعد العيد الصغير بشهرين بيجي العيد الكبير، هيجي يقولوا لك احنا عايزين نحج، عايزين كذا وكذا وكذا وكذا. لما سمعت الفيديو دوت الايام ديت قلت من المرات القليله قوي 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 اللي القصريه كان عندها حق. لأ، كانت فعلًا فاهمة العيلة ديّة على حقيقتها، ونبّهت مدام هناء بس إحنا للأسف ما خدناش بالنا. تعالوا نشوف رأي مصرية إيه في الشرخ اللي مدام هناء كانت عايزة تنزل تصلّحه. علمكم بقى عندك 60 سنة وهنفضل نعلم فيكم. الحقي ما تبقى. والله لو عندك يومين لسه 3، انا عارفة ان انت هترجعي اليومين ده هما، ويمكن تكوني رجعتي كمان. بس المشكلة اصل انت عندك ناس هتسكن في اخر شهر 3، واحنا عارفين الكلام ده، فهترجعي صد رد. انت رايحة تصلحي الشرخ بسرعة وترجعي. بس احب اطمنك، الشرخ عايز فلوس كتير قوي على ما يتصلح. فالاسبوع اللي انت قعدتيه ده ولا الاسبوع ونص ده مش هيكفي يصلح ربع الشرخ حتى. انت بتتكلمي في ايه؟ ده الشرخ عميق قوي ياما. ده الشرخ عايز فلوس كتير قوي. عايز عيدية، وعايز سحور، وعايز فطور في شهر رمضان، وعايز ضحية في العيد الكبير. انت مفكرة ان هي جت على شنط رمضان بس؟ لا 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 لا. ده عايزين الضحية، عايزين الضحية بتاعت العيد الكبير. عايزين يمصمصوا يا بت وياكلوا يا بت. ما عرفوش يجيبوا من النسوان عجول، هيجيبوا منك. ايوه. ده انت لسه عايزة العيدية، وعايزة الكحك والبسكويت والبيتيفور. ايوه، بتاع العيد الفطر، بتاع العيد الصغنن يعني. ولسه العيد الكبير، ولسه بين العيدين. الا بين العيدين ده يخرب. بين العيدين لسه. عارفه بين العيدين ايه اللي بيحصل؟ هيقولوا لكم امنا عايزه تحج. بين العيدين ده مشكله قوي. ميعاد الحج يا بنت، والله. ويدخل بقى العيد الكبير بتقيله اللي هو عيد الاضحى. هيقولوا لك فين الضحيه؟ مش هتجيب الضحيه. طب الشرخ هيتشرخ من تاني. تعرفي النفرين اللي جايين يسكنوا عندك في 23 مارس ولا في اخر مارس؟ مش هيكفي الفلوس اللي هيدوها لك، مش هيكفي حتى ربع التذكرة. يخرب بيتك. حتى لو حطيتهم على فلوس اليوتيوب هتجيبي حق التذكرة. طب هتجيبي حق الضحية منين؟ هتسحبي بقى. تسحبي. اقول لك ارهني البيت. البيت اللي انت لا تشق ارهنيه بقى عشان تجيبي لهم ضحية العيد يا بيت. ما هو الشرخ ده
اصله مش هيتقفل خالص، صدقيني انا. ايوه، صدقيني انا. ايوه، انا شرقيه يا بنت، مصريه، والله من منازلهم. اه انا يعني، اذا ذكرت العراقه والشرقيه والبتاعه دي اسمها النخوه والاصاله، وانا مصراويه يا بنت، النيل رواني والخير جواني. بفهمها وهي طايره. هيجي العيد الصغير، هيعوزوا بقى ايه؟ مناديل بقويه ولبس جلاليب ام ترتر، وهيعوزوا بقى العيديه، وهيعوزوا البسكويت والكحك والبيتيفور والغريبه، وما تنسيش بقى الزلابيه. ما انت بقوا يحبوها لما انت كنت بتحبيها. وما تنسيش بقى ايه؟ اللحمه والحاجات برضو بتاعت العيد، والترمس يا بنت، والكيكه والجاتو. بين العيدين هيقول لك الحاجه عايزه تحج. المره اللي فاتت ما تنفعش، لانها كانت، انت عارفه انها كانت بوظه يا بنت، كلام فاضي. يدخل العيد الكبير بتقيله اوبا، ده ما يكفهمش خروف، دول عايزين بقره بالراعي اللي وراها. يعني بقره بكده وبالراعي اللي وراها كمان، عارفه الراعي اللي وراها كمان هو كمان هياكلوه، ومش هيكفي صدقيني. كل واحد هياخد عمطه ومش هيكفي. عارفه البقره اللي مش عارف ايه وبالراعي اللي وراها مش هتكفيهم. هيدفعوك الجلد والسقط لغايه ما يمحمحوكي ويمصمصوكي، وتمشي بقى تتجنني وتمشي في الدنيا زي ما كنت مجنونه في سوريا، وبتمشي بشعرك منكوش وتقولي ميلتوا بختي، ويجروا وراكي يجيبوكي زي الجاموسه الهي ويربطوكي في الاوضه وتجري تاني. والله تقولي ده خدوني عظم، ده انا خدوني لحم ورموني عظم، ده ازازوني. مش هيمصمصوكي، ده هيأزأزوكي. والله اصل الشرخ ده، اساليني انا، الناس اللي زي دي بالذات الشرخ عندهم بيبقى حاجه كبيره قوي. فانت على ما تسديه هتكوني رحمه الله عليكي. ونبقى نقري عليكي بقى بفطير وفسيخ من اللي انت بتحبيه، وكنت عايزه تحطي برفان بالميه بتاعته، وهنقري عليكي باللحمه اللي انت خدتيها من قدام الواد الصغير، حته الفرخه بعد ما اديتها له رجعتي طمعتي فيها، وهنقري عليكي بكل حاجه كنت بتحبيها على فكره، وهنقري عليكي بقى بالفجل. عارفه الفجل اللي انت كنت بتقعدي تضربيه كده وتعملي كده، هنقري عليكي بيه عشان الناس ياكلوه ويزرطوا فوق، يقعدوا يزرطوا بقى كده ويضربوا مدافع فوق القبر بتاعك، ماشي. وهنقري عليكي بالبتاع السموني اللي انت كنت بتاكليه، عارفاه البتاع اللي بيتحط على السلطه ده، السمك الني ده، هنقري عليكي بيه برضو عشان بتحبيه. وتعرفي هنقري عليكي بحاجات كتير قوي. ونقول ايه بقى لما نيجي نعدد ونولول ونشلشل ونندب؟ هنقول يا اختي ياللي ميته ونفسك تسد الشرخ يا اختي، يا خرابي ياللي ميته ونفسك تقفلي الشرخ ومعرفتيش تقفليه. وما تقلقيش ما تقلقيش، هنوصي قرايبك يقفلوه من معاهم. ليه بقى؟ ما هو اللي بيموت وعليه حاجه لازم اهله يسدوها. ده انت كده هتسيبي لهم بلوه. ليه؟ وانت كنت عامله لهم ايه يعني علشان يقفلوا لك شرخ زي ده؟ كان شرخ اسود ومنيل بنيله. قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين، الوليه هتموت وتسيب لاهلها الشرخ. قال يعني كانت بتبرهم وهي عايشه، لما هم هيبروها وهي ميته؟ ده انت هتسيبي لهم مصيبه. شرخ مين والناس نايمين؟ ده الشرخ ده ما ينفعش حد يقفله غيرك يا اختي، عشان ما حدش بيعرف ينصب على الناس ويقلب جيوبهم غيرك. اسألينا انا مدوباهم 2.